بعد الفوز على سيراميكا بنتيجة 2-0، 3 رسائل نارية من خالد الغندور ضد النادي الأهلي. وجه خالد الغندور رسالة لمنافسي فريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد تحقيق الأبيض فوزا مثيرا على منافسه سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز. والتقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من بطولة دوري النيل على استاد هيئة قناة السويس مساء يوم الجمعة، محققا الفوز بثنائية ناصر ماهر ومحمد شحاتة. وكتب خالد غندورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اتفرجت، اتكيفت الآن، في رسالة موجهة لمنافسي الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. وكان نادي الزمالك قد عاش موسما صعبا بعد احتلال المركز الثالث في العام الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مفتقدا إياه اللعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفرصة المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية. وأبرم الزمالك صفقات عديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسها الفلسطيني عدي الدباغ والأنجولي شيكو بانزا، فضلا عن المغربي عبد الحميد معالي والفلسطيني آدم كايب. ومن جهة أخرى أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري كانت متكافئة، موضحا أن المنافس استحوذ على الكرة في بعض فترات اللقاء، لكن فريقه نجح في الحد من خطورته ولم يتيح له سوى فرصة وحيدة خلال الشوط الأول. وأشار فيريرا إلى أن الزمالك خلق العديد من المواقف الهجومية وكان يتمنى الاحتفاظ بالكرة لفترات أطول، لكنه أشاد بعقلية اللاعبين ومجهودهم الكبير الذي توج بفوز مستحق، مؤكدا استمرار العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة. وأوضح أن استبدال نبيل دونجا لم يكن بسبب إصابة، وإنما نتيجة شعور اللاعب بالإجهاد وحصوله على بطاقة صفراء خوفا من تعرضه للطرد، مشيدا بأدائه في اللقاء. وعلق فيريرا على انفعال شيكو بانزا بعد تغييره قائلا إن من الطبيعي أن يشعر أي لاعب بعدم الرضا عند استبداله، معتبر الأمر طبيعيا وليس مشكلة، ومؤكدا ثقته في قدرات بانزا على تقديم المزيد للفريق. وشدد المدير الفني على أنه لا يرغب في كشف أسلوب تحضيرات الزمالك للمنافسين، موضحا أن لكل مباراة خطتها الخاصة، لافتا إلى أن بانزا واجه دفاعا قويا من سيراميكا. كما أشار فيريرا إلى أن جماهير الزمالك كانت عنصرا محفزا للاعبين، وأن الجهاز الفني حرص على تحياتهم بعد اللقاء، لافتا إلى أن فترة الإعداد كانت عامة ولم تسمح بالعمل الفردي المكثف، لكن سيتم تخصيص تدريبات خاصة للمهاجمين على رأسهم سيف الجزيرة الذي شارك في وقت شهد تحولات كثيرة بالمباراة، مؤكدا أن جاهزيته البدنية الأكبر ستمنحه القدرة على استغلال الفرص بشكل أفضل، وأن عدي الدباغ سيظهر مع الفريق قريبا. يذكر أن الزمالك فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ليحصد أول 3 نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري. وفي النهاية لو عايز يوصلك أخبارنا أول بأول وأخبار النادي الأهلي وأخبار الفرق الدوري المصري، ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك.